تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. محمد شبانه بيدي رسائل قويه وناريه لاي حد كان منتظر يشمت في النادي الاهلي. اتكلم على ان النادي الاهلي بيفوز بمجهوده، مش بالتعويذ ولا بالسحر ولا بالشعوذه ولا بشبرخيط. وادى مثال عيد عبد الملك ان هو بيطلع يقول ان هو عامل تعويذه، يعني في اسقاط منه، يعني ان هو بيعمل سحر او بيتوقع نتائج، والسحر والشعوذه هو اللي بيساعده في هذا الامر. واتكلم كمان عن كهربا والهري والهبد اللي كان شغال، ان كهربا مش هيلعب قبل ما يدفع، وان كهربا يعني مش هيلمس الكوره قبل ما يدفع. قال صدقتوا كلامي؟ انا قلت لكم ان الكهربا هيلعب ومش هيدفع غير في الوقت اللي هو عايزه، في اخر ثانيه من وقت تسديد الغرامه وقد كان. وقال لك ان الغرامه جاهزه، وان في مستثمر او رجل اعمال اتبرع ب 35 مليون او فوق ال 35 مليون لصالح كهربا. واتكلم كمان على المشجع الزملكاوي بتاع المانيا. طلع يا فندم لا دكتور ولا يحزنون، امال طلع ايه؟ طلع بيبيع بدل رأس. بدل رأس، عارفين بدل بشك اللي بتتباع دي؟ هو بيبيعها في المانيا. طيب ما تيجي ونطلع ونسمع ونشوف شبانه قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف محمد شبانه الاعلام المحترم اللي حارق دم ناس كتير قال ايه، ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. واحنا قاعدين كده يعني مع بعض بنتفرج على الكليب. بيقولوا لي او ناس بعتها يعني تقول لك يعني ان الوداد المغربي لولا ان نعمل الاهلي بالمباراه يعني هاجم هجمتين فجاب جول، ويعني كان ممكن الوداد يبقى هو حامل اللقب يعني. الحقيقه يعني قلت لهم يا جماعه يعني طب انا هسالكم سؤال عشان نتكلم اولا ده الاهلي فلا يقارن، يعني كل فريق عنده طموح طبعا، والطموح ده شيء مشروع، وان انت يعني انا عايز اقول للاستاذ فوزي الاطرش في المشاهد اللي هو كان بيزعق للعيبه بتاعت الوداد وبيعاتبهم زي المشهد اللي شفناه، اقول له يا سيد فوزي الاطرش يعني مره وحصلت السنه اللي فاتت وخلصنا، يعني مش هتحصل تاني. يعني انه احمد ربنا ان الماتش خلص 1-1، ده لولا محمد شريف يعني ناعس قدام الجول واحمد عبد القادر والكلام ده كان زمان الماتش ده ممكن يخلص 3-1. انما انا عايز اقول ايه، هو الوداد في البطوله دي لا يقارن بالاهلي صراحه، يعني هي في فرقه، وانا قلت الكلام ده على فكره، هو في فرقه قبل يعني اخر 6 ماتشات في دوري ابطال افريقيا تكسب ماتش واحد وعايز تاخد الكاس، يعني فرقه طالعه من دوري المجموعات لغايه ما الفاينل خلص لعبت 6 ماتشات في الادوار الاقصائيه، كل الفرق اللي صعدت الثمانيه لدوري المجموعات لعبت ماتشات دور الثمانيه، وبعد كده في 4 صعدوا لعبوا ماتشين كل واحد في دور سيمي فاينل، وبعدين 2 وصلوا فاينل. فاللي وصلوا فاينل اهلي وترجي ووداد لعبوا 6 ماتشات، الترجي مثلا وصلوا سان داونز لعبوا 4 ماتشات، والثمانيه لعبوا ماتشين في الاول. ماشي، هل في فرقه من السته عشان كل واحد يعرف حجمه برضه، حجمه الفني طبعا، التقدير للوداد طبعا نادي كبير يعني، بس الحجم الفني بتتكلم على البطوله دي، هل انت كسبان ماتش من الست وعايز تاخد اللقب؟ حتى يعني عدل ربنا فين؟ يعني العداله حتى تقول ده انت لعبت ماتشين مع سيمبا دور 8 ولعبت ماتشين مع سان داونز دور قبل النهائي ولعبت ماتشين فاينل مع الاهلي، كسبت ماتش واحد مع سيمبا في دور الثمانيه 1-0 في المغرب، وخسرت هناك 1-0 وركلات ترجيح كسبت، ده الماتش الوحيد اللي الوداد كسبه. سيمي فاينل ماتشين مع سان داونز اتعادل 0-0 و2-2، الفاينل مع الاهلي خسر هنا 2-1 وتعادل هناك 1-1. بتكسب ازاي؟ بقول لهم يا جماعه ده حدانا في كاس العالم، زمايلنا اللي بيلعبوا في كاس العالم زمايلنا واصحابنا اللي احنا بنروح نقابلهم على طول، يعني اذا كان بطل اوروبا ولا بطل امريكا الجنوبيه والناس دي، احنا كلنا شله يعني بيروحوا كاس العالم. نقول لهم ايه يعني هنروح نقول لهم ايه؟ عندنا فرقه كسبت ماتش من 6 ماتشات وعايزه تاخد كاس دوري ابطال افريقيا؟ حتى شكلنا قدام الناس ايه؟ فعشان كل واحد يتحط في حجمه. الاهلي في البطوله دي احنا راهنا عليه، وراهنا عليه مش لا نجمنا ولا احنا يعني عندنا تعويذه زي بتاعت احمد عيد بيقول انا بعمل تعويذه كده بيهزر يعني، ولا الكلام ده، ولا بتروح شبرخيت ولا الكلام ده، انما احنا راهنا على مكانه وتاريخ وطموح وكرامه وكبرياء واصرار وتحدي. دي صفات كلها مش هتلاقي غير في الاهلي في الثمانيه اللي صعدوا من دور دوري المجموعات، مش هتلاقي الصفات دي غير في الاهلي. فالرهان انا كمان كنت مسبق ماتشين، انا كنت مراهن وكل واحد يبقى عارف قال ايه،
على مدار البطوله دي في الميديا، لانه في مواقف بتبقى باينه ما بتمشيش مع الرايه. انت لازم يكون ليك دور في دعم الفرق المصريه في البطولات الافريقيه الدوليه، لانه ده انعكاس للمكانه الحقيقيه للكره المصريه. خد بالكم النهارده منتخب مصر راح يلاعب غينيا في المغرب، والاهلي لسه كسبان في المغرب البطوله، ومنتخب مصر بقيمته ومكانته وكل حاجه عايش انتعاشه بالفوز بدوري ابطال افريقيا بالاهلي، لان كل ما بتكسب المنتخب يكسب كاس يروح كاس عالم، الاهلي يكسب بدوري ابطال افريقيا، الزمالك يكسب بطوله، ده يكسب بطوله على المستوى الافريقي بتكلم، بتديك المكانه الحقيقيه اللي تستحقها كره القدم المصريه. خلينا احنا هنا نهري مع بعض ونقول الدوري والفار والمار والحكام والنظام والتنظيم البطوله ماشي، بس على المستوى الخارجي كره القدم المصريه تاخد المكانه الحقيقيه التي تستحقها. فكره الصوره دي بتاعت كهربا دي وانا عشان يعني تصور الصوره دي الصفحه الرسميه بتاعت النادي الاهلي حطوها وقال له يعني ايه هدوء، سيبوا يعني هداف الدوري ابطال افريقيا بتاعنا يريح اهو، برجاء الهدوء ليحتفل هداف دوري الابطال لصفحه النادي الاهلي. حتى صوره محمود كهربا لان ده واحد من اهم المواسم لكهربا في تاريخه. خد بالك كهربا في ظل كل الحواديت دي، ده كهربا بيلعب بس من نص يناير يعني على الهادي. كهربا خد دي بقى شياره وقال لك على الهادي، على الهادي يعني خد بالك كهربا من بعد نص يناير بدا يلعب. اول ماتش ليه كان سموحه في الدوري على ما اتذكر 3-0 جاب جول وعمل جولين لحد فتحي ثم الزمالك وهكذا يعني. فكهربا في الفتره الزمنيه القصيره دي بس جاب 6 جوال في دوري ابطال افريقيا، هداف النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا برصيد 6 جوال، وبعدين بيرسيتاو برصيد 5 اهداف. وكهربا يعني دلوقتي على فكره هيقفل كمان الباب بتاع غرامته والقصه بتاعته بتاعت. وعلى فكره عايز ارجع للهري بتاع شهر اكتوبر وشهر سبتمبر وشهر نوفمبر ديسمبر، وكهربا مش هيلعب، وكهربا طول 6 شهور وشهور جداد. فاكرين الهري ده كله؟ المكان الوحيد، المنصه الاعلاميه الوحيده اللي اكدت، وده تاكيد خبري مش تاكيد عاطفي على فكره يعني، اللي قالت ان كهربا مش هتوقف تاني وهيلعب في يوم 11 يناير، واصرينا على ده ورغم ان الناس طلعت فاتت كتير في القصه دي. كنا احنا هنا بوكس تو بوكس ولعب كهربا وشارك كهربا وما سددش حتى لهذه اللحظه الغرامه كهربا، وبيقوم كمل كهربا. والغرامات والحاجات دي ليها اصول اداريه، وهديكم مثال يعني هو شيكابالا لغايه النهارده بتاعت سبورتنج لشبونه لسه ما اتسددتش في دايما في القوانين. انا مش يعني مش متداخل قوي في المسائل القانونيه دي، انما في حاجات ودهاليز وكواليس وقصص كده في اللوائح المحامين الشطار بتعرف تهرب منها. يعني شيكابالا شوف بقى لنا كام سنه حتى الان لسه ما سددش غرامه سبورتنج لشبونه وما وقفش ولا حاجه. فعشان كده كهربا لعيب عنده قدرات مهمه منها ضبط النفس، ودي ميزه جديده على كهربا، ودي ساهمت الحقيقه في ظهوره بالمستوى المتميز على مدار ال6 شهور الاخيره. كهربا جاهز غرامته خلاص، فلوسه جاهزه، وفي رجال اعمال دفعت فلوس كتير على فكره، منهم رجل اعمال واحد دافع فوق 35 مليون جنيه لكهربا. هديكم تفاصيل بعد ما يسدد. وبعت النهارده للفيفا المحامي بتاعه يقول له يا فيفا قول لنا نسدد للزمالك الغرامه على انهي حساب عشان يقفلوا الباب. بعتوا لنا رقم الحساب اللي احنا نسدد عليه الغرامه عشان هذا الباب يغلق نهائيا وتماما. واحنا عارفين الغرامه دي بالتضامن، الغرامه دي بالكهرباء ونادي الافس البرتغالي، والنادي البرتغالي هيدفع نص الغرامه، لكن كهرباء هيدفع الغرامه كلها ثم يتواصل مع النادي البرتغالي يشوف ياخد نصها ازاي. معايا على النادي الاهلي وراح يشجع هبعت لكم يا جماعه عنوان كده، وراح يشجع الوداد في المطار. والقصه اللي عملها هتقول لي اسم الواد ده، هتقول لي اسم الكابتن ده على مصطفى شوبير، يعني انا عايز اعمل فيه بلاغ. والمشهد اللي بايخ وانا ما بحبش اعلق على الحاجات دي لان انا يعني بعتبر الموضوع ده موضوعات صغيره. البرنامج مكانته وقيمته اعلى، والاعلام مكانته وقيمته اعلى من الكلام الصغير ده، والاهلي مكانته وقيمته اعلى. وانا دايما ليا راي في الحاجات دي اسمها شواذ القاعده. هسلط ضوء على شواذ القاعده ان ما حدش بيعمل كده. فلما واحد يشذ الهدف في دماغه، انما لفت نظري حاجه، طلع هو في فيديو او حاجه مع صديقنا زميلنا العزيز خالد رمضان، وقال انه دكتور ما اعرفش في الاقتصاد ولا سياسيه ولا ايه، اتكلم يعني. فطلع علاء ثابت ده مصري يعني بيقولوا عليه كبير العائله المصريه في المانيا، يعني قال حاجه. وعلاء ثابت من الناس المتواصله كتير على فكره مع الاعلام المصري، حتى الجاليات المصريه او المسؤولين في مصر لما بيسافروا بيبقى استقبالهم، وهو راجل هناك في المانيا عمره كله معروف هناك على مستوى المصريين. فجينا بتصريح غريب جدا نقلوا عنه في 24. بص يا باشا بقى، رئيس العائله المصريه في المانيا اللي هو علاء ثابت المشجع الزملكاوي، انا بس متحفظ على كلمه بياع بدل راس في المانيا، ولم ينزل مصر منذ 20 عام او منذ 20 عام. تخيل لك بيبيع في المانيا بدل راس. عرفتوا بقى لما بقول لكم ان الواحد ما
ما يسلطش ضوء على حاجه شاذه عن القاعده. نفر من ملايين عمل واقع، هم برزها وسيب الملايين المتزنه. معقول؟ طلع بياع بدل راس وفق اللي نقله موقع قرار 24، وده واضح يعني الحقيقه. يعني لما منطق الامور كده واضح. خليني بطلع فاصل سريع. لا أخفيكم سرا إن الأستاذ محمد شبانة كان زملكاوي قلبا وقالبا، وكان عضو في نادي الزمالك، ومرتضى منصور شطب عضويته. ولكن بعد تفجر الأزمة بينه وما بين مرتضى منصور في الفترة الأخيرة، الراجل تحول 180 درجة أو 360 درجة وأصبح أهلاوي الهوى. وده واضح، يعني واضح من كلامه، واضح من انفعالاته، واضح من دفاعه المستميت عن النادي الاهلي. هو بيقول ان هو محايد، هو كان زملكاوي جدا وكان متعصب جدا للزمالك، بس لما لقي ان الدنيا هناك فيها حدث ولا حرج فقرر ان هو يتجه للطريق الصحيح. ما هو ربنا بيخلق الانسان صفحة بيضاء، بيخلقه يعني على الفطرة، لكن الانسان ده هو اللي بيلوث حياته بكذب، بتدليس، بتضليل، بسرقه، بي بيلوث يعني الصحيفه بتاعت السوابق بتاعته بهذه الامور. لكن لما بيظل نقي، بيظل ماسك او متمسك بمبادئه وقيمه، فيعني مش عيب ان الانسان يكون غلط ويتجه للطريق الصحيح. محمد شبانة عمل كده واتخذ الطريق الصحيح والمسلك الصحيح، وعلى الرغم من كده لو الزمالك فاز بأي بطولة هتلاقيه قلبا وقالبا مع نادي الزمالك. ولكن تحدث في البداية على 3 أمور. الأمر الأول وهو أن النادي الأهلي بيفوز بمجهوده. مين الوداد المغربي؟ طبعا كامل التقدير والاحترام للوداد المغربي، وبتكلم على مين الوداد فنيا مش كقيمة. لا، الوداد بنحترمه، بنحترم الرجاء، بنحترم كل الفرق، نهضة بركان، بنحترم كل الفرق في شمال افريقيا، في المغرب وفي الجزائر وفي تونس، كلهم اخواتنا وفوق دماغنا. ولكن انت فايز ماتش من 6 ماتشات بضربات الجزاء، عايز تروح كأس عالم بمناسبة ايه؟ عايز تاخد دوري ابطال افريقيا بمناسبة ايه؟ ده الكلام اللي قاله، ودي الجزئية اللي قالها بخصوص الناس اللي بتقلل من فوز النادي الاهلي، بيقول لك ده انتوا ما رحتوش غير مرة بهدف جابوا عبد المنعم، واتعادلتوا كمان ما فزتوش. لكن ما يقولوش ان احنا فزنا مجموع المباراتين، لا، ما يقولوش ان النادي الاهلي فاز قبلها على الترجي، فاز قبلها على الرجاء، فاز قبلها على الهلال السوداني. النادي الاهلي رايح البطولة وكان يعني في ضغط مباريات، ضغط جمهور، ضغط، لكن النادي الاهلي استطاع ان هو يزين قميصه بالنجمة ال11. وكمان قال ان النادي الاهلي بيفوز بمجهوده، النادي الاهلي ما بيروحش شبرخيت. لان انا عندي فيديو لاحمد مرتضى وهو في شبرخيت، حتى في ناس مصورها لك ايه ده بتوع الزمالك وهم رايحين للواد الساحر اللي بيعمل اعمال وبيعمل. الفيديو ده عندي بيقولوا ايه ده، الحق ده بتوع الزمالك وهم رايحين للواد الساحر اللي هنا بتاع السحر والاعمال. فيديو مصوره واحد من اهل البلد في شبرخيت. فهو بيرمي على النقطه دي ان النادي الاهلي بيفوز بمجهوده، مش لا تعويذ ولا سحر ولا الكلام الفاضي اللي حضراتكم عارفينه. وطبعا يعني نعمل فلاش باك للكلام اللي قاله ميدو، ان مرتضى منصور كان بيجيب واحد ساحر وواحد شيخ بيقعدوا معاهم في الاتوبيس وبياخد 8000 جنيه على كل ماتش، ويقول لك ده يلعب ده ما يلعبش، ده مش عارف ايه. كانوا شغالين بالسحر وبالشعوذه. ميدو دلوقتي اللي هو بقى حبيب مرتضى هو اللي قال الكلام ده، والفيديو عندي ونزلته، لو عايزينه تاني انزله لكم. تمام؟ ده يعني ميدو طلع في حلقتين، طلع قال الكلام ده مع سيف زاهر، وفي حلقه مطوله مع عمرو اديب استرسل بقى وحكى بلاوي. لكن دلوقتي بقى حبايب والمصالح بتتصالح. طيب تعالوا بقى للشق الثاني وهو كهرباء وموضوع كهرباء، والغرامه بتاعت كهرباء خلاص جاهزه، والغرامه خلاص هتندفع في الوقت اللي يحدده محامي كهرباء. وقال لك دليل على كده، شوف سبورت اللشبونه مداين من امتى نادي الزمالك، من 10 15 سنه بيتكلموا في قضيه واللاعب ما توقفش وبيلعب، بس الغرامه بتتضاعف. كل ده بيبقى لعبه محامين ولعبه ثغرات قانون الى اخره زي ما حضراتكم عارفين. اما الشق الثالث وهو الواد الالماني ده اللي عمل لنا هوسه في دماغنا وطلع ترند وبقى مشهور وبقت كل الصحافه تكتب عنه، وكذا برنامج تلفزيوني استضافوا منهم خير رمضان، وفي مذيعه تانية برضو على قناه الشمس استضافته. ويعني الواد طلع لا دكتور ولا واخد دكتوراه ولا حاجه، ده بيبيع بدل الرأس.
بصوا يا جماعه، يعني للامانه كده مفيش شغلانه عيب، يعني الشغل مش عيب، ولكن احيانا بيبقى فيه شغلانات عيب. لما انت تبيع حاجه تدعو للرقص والمسخره وقله الادب فده عيب. ما ينفعش ابيع حاجات مخالفه للقانون، ابيع مثلا مواد مخدره او عيب، عيب وحرام. يعني بدل الرقص دي، ما انت بتدي البدله لواحده ست عشان ترقص، حتى لو هترقص في مكان عام في مكان خاص، ده اسمه غلط، ده اسمه عيب، ده اسمه حرام، ولكن انا ماليش دعوه. ولكن هو ليه قدم نفسه على انه دكتور وان هو صاحب مطعم؟ هو ممكن يكون شغال بعد الظهر في مطعم، لكن هو مش صاحب المطعم. وبيقول لك ليه 20 سنه، اللي هو العمده بتاع المصريين هناك في المانيا، قال لك ده ليه 20 سنه ما نزلش مصر، وان هو بيبيع بدل رقص هناك في مصر، في عفوا في المانيا. يعني كل الفيلم والحدوته اللي عملتها دي عشان تعمل دعايه لنفسك في بدل الرقص يعني. بس هم دول الزملكاويه، اينما وجدوا واينما كانوا تلاقيهم الغايه تبرر الوسيله، واي غايه يعني هيتعامل معاها أسوأ وسيلة علشان أوصل للغاية بتاعتي. فهو عمل أسوأ ترند علشان يظهر بيه بس هو مش فارقة معاه، ما هو أصلا بايع مبادئه وبيبيع من الرأس، فالأمر منتهي. حتى شبان قال لك دي من صغائر الأمور، ما ينفعش الإعلام يقحم نفسه في أمور تافهة زي كده. ده شخص تافه وعمل حاجة تافهة والإعلام ضخمه، ولكن هو الاعلام ضخمه ليه؟ لان عشان ده النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير افريقيا، فلما تلاقي اي فار ولا صرصار معدي وعمل شويه حركات ولاعيب النادي الاهلي اديت له فوق دماغه، فالامر جل، يعني حصل ان هو بقى امر جلل من خلال النادي الاهلي، لان النادي الاهلي كبير، فاي صغائر ممكن تكبر الصغائر عشان يعني حاولت تقصف النادي الاهلي او تقول للنادي الاهلي انت فيك وفيك وفيك. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.